ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم طريقة حلوة قوي للبطاطا، سهلة وسريعة وبجد طعمها مميز قوي غير اي بطاطا ممكن تكوني دقتيها في حياتك او دقتيها في مكان. مكوناتها متوفرة جدا ومفيش اسهل ولا اسرع من كده. بجد لازم تجربوها، حاجة كده مختلفة ومتأكدة انكم مدقتوهاش قبل كده. يلا بقى على طول نبدأ في الطريقة. المكون الأول ويعتبر الوحيد اللي هتنزلي تشتريه هي البطاطا، اللي هو المكون الرئيسي. هتجيبيها وتغسليها كويس قوي قوي قوي. لو عندك الليفة اللي هي بتاعة الخضروات المخصصة لغسل الخضروات، اغسليها كويس قوي من بره. وبعد كده ابدأي قطعيها بالحجم اللي انت شايفاه ده، اللي هو ولا تخينة قوي ولا رفيع. بعد كده في طاسة هنحط معلقتين كبار من السمنة او الزبدة. بعد كده هبدأ انزل على طول بالبطاطا زي ما انتوا شايفين كده. بجد الطريقة دي يا جماعة سهلة سهلة قوي، يعني لو جربتوا طعمها هتدمنوها. انا تقريبا مش هعمل بطاطا بعد كده غير بالطريقة دي. المهم هفضل حطها كده على السمنة زي ما انتوا شايفين لحد ما هتاخد معايا لون من اول وش. اهم حاجة خلوا بالكوا وخلوا النار متوسطة بحيث ان هي ما تتحمرش منك زيادة، عشان ده اللي هيحصل معايا هتشوفوا بعدين. كده خلاص رصينا البطاطا كلها. نبدأ بقى دلوقتي هنحط على الوش كده سكر عادي جدا. هو ده المكون التاني، في بقى مكون تالت وكده خلاص خلصت معايا. هحط بقى عليها زي ما انتوا شايفين كده سكر من على الوش ده بس. تمام، وما تقلقيش عادي لو السكر نزل على السمنة بيرفكت عادي، هيكون حلو برضو جدا 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 وهو ده المطلوب. طيب هتقوليلي هحط تقريبا سكر قد ايه؟ هقولك يعني هو ملوش مقدار معين قوي. انتي ممكن بس يدوب البطاطا كلها الوش بتاعها يجي عليه رشة سكر. لو عايزة مقدار بالظبط، هو انا حطيت 5 معالق من السكر او 6. انا عارفة في ناس بالنسبة لها هيكون كتير قوي قوي قوي، بس عايزة اقولك هو السكر ده اصلا في الاخر هينزل مع السمنة تحت وهيعمل زي كراميل كده صوص للبطاطا. هكون بعمل البطاطا والصوص مع بعض في نفس الطاسة. مش عارفة فهمتوا قصدي ولا لأ؟ فمفيش مشكلة لو زاد عن العادي يعني. هي وصفة اصلا مش اللي هو للدايت بقى والصحية والكلام ده، هي بس طعمها حلو جدا جدا بصراحة وتستحق التجربة. ممكن ناكل منها على الخفيف، ولو انتي ما بتحبيش طعم السكر قوي وبيضايقك ممكن تكتفي ب3 أو 4 معالق، هيكون برضو لذيذ قوي. ودلوقتي بقى هنبدأ نحط المكون التالت اللي قلتلكوا عليه وهي القرفة. القرفة طعمها مش هيبان قوي بالنسبة للناس اللي ما بتحبش القرفة. هو يدوب رشة خفيفة قوي 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 من على الوش بإيدك، يعني يدوب ربع معلقة وهنحطها كده على الوش. الناس اللي بتحب القرفة ممكن تحط نص معلقة، هيبقى لذيذ قوي بالنسبة لها. بس يعني الناس اللي بتحبش القرفة ما تقلقش، هي طعمها اصلا مش بيبان قوي بس بتدي نكهة كده للكراميل اللي هيبقى للصوص بتاع البطاطا. هيدي كده غناوة وطعم كده ايه مختلف شوية. يا دوب البطاطا تاخد لون من تحت، لون كده ذهبي حلو. نبدأ على طول نقلبها على الوش التاني. طبعا انا هنا يعني سبتها اتأخرت عليها شوية، هي مش محروقة بس ايه خدت لون سنة زيادة. فهبقى اوريكم اللون بقى اللي المفروض تكون عليه لما اقلبلكوا الوش التاني. بس عادي جدا برضو هتكون لذيذة قوي. بعد ما قلبتها بقى على الوش التاني هبدأ احط عليها رشة كده خفيفة من السكر، اخف طبعا من الاولى. يعني ممكن احط معلقتين ممسوحين كبار من السكر، وهحط برضو رشة خفيفة قوي 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 من القرفة. والجماعة متقلقوش من القرفة، هي طعمها مش هيبان بس هيخلي الكراميل كده في نكهة كده حلوة مش تبقى عارفة هي جايه منين. انا اصلا ما بحبش القرفة بس ما حسيتش بيها خالص. بصوا بقى هو ده اللون اللي انا المفروض كنت عايزة الوش التاني ياخده. يعني كفاية قوي اللون يكون ذهبي كده خفيف، حلوة قوي قوي قوي. عايزة اقول لكم كده ان هي تقريبا الوصفة خلصت، بس ناقص تكة صغيرة قوي هقولها لكم كده خلاص. طبعا تقدري لو انت عاملة كمية كبيرة اكبر من اللي الطاسة تاخده، خلاص حمرت الكمية دي ببدأ اشيلها واحطها في طبق وبحمر الكمية اللي بعدها واللي بعدها لحد ما ما كل الكمية بتاعتي تتحمر. وبحمرها بنفس الطريقة، بحط عليها رشة السكر والقرفة. بعد كده في الاخر بقى بقوم مجمعهم كلهم مع بعض في الطاسة، بس بعد ما اكون حمرت كل مجموعة لوحدها. ودلوقتي بقى في نفس الطاسة هبدأ انزل بالكمية التانية زي ما قلتلكوا هحمرها بقى على الوشين. بعد ما البطاطا خلاص خدت معايا لون هبدأ اجمعهم كلهم في الطاسة زي ما قلتلكوا،
وهحط عليهم كوباية من المية، كوباية اللي احنا بنشرب فيها اللي هي الشاي دي عادي جدا. هحط فيها مية وهحطها على البطاطا واغطيها، واوطي النار اخليها متوسطة او واطية خالص، واغطيها واسيبها بقى لحد ما تستوي خالص، تتهري كده معايا او تبقى متماسكة بس مستوية حلو. وبس كده. دلوقتي بقى هنبدأ نقدمها في طبق بطريقة حلوة قوي يعني حبيت كده ابتكر في طريقة تقديمها عشان تكون مميزة اكتر وتكون شكلها يفتح النفس اكتر. فقدمتها كده بطريقة لذيذة ان انا رصيتها فوق بعض وحطيت عليها بقى الكراميل ده. بجد يا جماعة طعمها تحفة، لازم ان شاء الله تجربوها، يعني اتمنى ان انتوا تجربوها. حلويات سهلة، حاجة كده سريعة ان انتي تقومي حاجات جاهزة كلها في البيت، في ثواني هتعملي حاجة طعمها بجد حلو جدا جدا وسريعة ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت. بس كده حبايبي، اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. وبس كده، اشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير. باي باي.